الهلال السعودي يمثل العرب في قائمة أفضل الأندية العالمية. نيمار يرد على رحيله عن الهلال من أجل برشلونة، مفاجأة مدوية. مدرب النصر يعترف الهلال أقوى بإدارته وأعتبر نفسي حققت الدوري. ولا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات عن الذي ينقص الهلال الفترة القادمة. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهلال السعودي يمثل العرب في قائمة أفضل الأندية العالمية. كشفت شبكة أوبتا المتخصصة في إحصاءات كرة القدم عن ترتيب الأندية العالمية لشهر مارس 2024، حيث جاء فريق عربي واحد ضمن أفضل الأندية العالمية. تعتمد شبكة أوبتا على تجميع إحصائيات من لا يقارب 13,000 فريق حول العالم لتحديد ترتيبها بناء على النتائج خلال السنوات القليلة الماضية. يتصدر ترتيب الأندية العالمية فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حقق الثلاثية الموسم الماضي، يليه ريال مدريد ومن ثم انتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا. وأشارت الشبكة أن النادي الهلال دخل قائمة أفضل 50 ناديا عالميا بفضل الأداء القوي في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز 44 عالميا، وذلك ضمن تصنيفات أفضل 100 فريق حول العالم. وبلغ رصيد بذلك الهلال 86.1 نقطة، متفوقا على العديد من الأندية الأوروبية مثل غالاتا سراي التركي وريال بيتيس وفالنسيا الإسبانيين وكلوب بروج البلجيكي وأولمبيك ليون الفرنسي وبورنموث وإيفرتون الإنجليزي. ويعتبر الهلال النادي العربي الوحيد الذي دخل ضمن أفضل 50 فريقا على مستوى العالم، متبوعا في الترتيب عربيا بنادي النصر الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يحتل المركز 93 عالميا برصيد 81.8 نقطة. يقدم الهلال موسما استثنائيا حيث حقق 29 انتصارا متتاليا، منها 17 في دوري المحترفين و9 في دوري أبطال آسيا و3 في كأس الملك. واحتل الهلال موقع في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما أصبح صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم، وبواقع 29 فوز متتالي في البطولات الرسمية. وفيما يلي قائمة الأندية العشرة الأولى في ترتيب أفضل الفرق: أولا مانشستر سيتي من إنجلترا، وثانيا ريال مدريد، ثالثا انتر ميلان، ورابعا ليفربول، خامسا أرسنال، سادسا باريس سان جيرمان، سابعا بايرن ميونخ، ثامنا باير ليفركوزن، وتاسعا من برشلونة، وأيضا في العاشرة بروسيا دورتموند. نيمار يرد على رحيله عن الهلال من أجل برشلونة، مفاجأة مدوية. في تطور سريع للأحداث، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد البرازيلي نيمار دا سيلفا المحترف في صفوف الهلال على ما يتردد حول عودته مرة أخرى للعب بشعار نادي برشلونة. وخلال الأيام القليلة الماضية ترددت أنباء أن هنالك مفاوضات كبرى قد بدأت بين برشلونة ونادي الهلال من أجل خروج نيمار في الصيف المقبل وعودته إلى النادي. وكانت تقارير أوضحت أن نيمار لن يغادر الهلال إلا في حالة حصول النادي السعودي على مواطنه رافينيا جناح برشلونة في صفقة تبادلية تعفي الهلال من دفع مبلغ 100 مليون الذي يطالبه البرسا من أجل خروج اللاعب. وفي ضوء تلك التطورات رحبت جماهير برشلونة بعودة نيمار كخطوة لاستعادة بريق النادي، لكن في تطور هام أفاد موقع إسباني بارسا تايم الخميس أن اللاعب البرازيلي أكد لمقربيه أنه سيبقى مع الهلال بذلك الموسم القادم ولن يذهب لبرشلونة، عرفانا وتقديرا لزعيم آسيا. وفي صفقة تاريخية انضم نيمار لصفوف الهلال صيف 2023 بعقد لمدة موسمين يستمر حتى يونيو 2025. شارك مع الفريق في 5 مباريات فقط، ساهم خلالها في 4 أهداف، ثم ضربته الإصابة بالرباط الصليبي مع منتخب بلاده البرازيل ليغيب عن المشاركة مع الزعيم شهر أكتوبر 23. مدرب النصر يعترف الهلال أقوى بإدارته واعتبر نفسي حققت الدوري. أثار الأوروغوياني دانيال كارنيبو المدير الفريق للحزم حاليا ومدرب النصر السابق جدلا واسعا في الشارع الرياضي السعودي بتصريحات نارية عن فترته في النصر وقوة وهيمنة نادي الهلال. وقال دانيال كارنيو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج بذلك إنسايد: خرجت من النصر قبل الأوان، قمنا بعمل جيد، اخترنا اللاعبين وكان لدينا بعض اللاعبين المصابين ومنهم حمد الله، وبعد ذلك انفجر. وأضاف: أنا من صنعت فريق النصر موسم 2019 وكان مفترض على الإدارة وقتها إلى بعض الصبر، ولكن اختارت إقالتي وعملي هو الذي ساهم في تحقيق النادي إنجازاته الاستثنائية. واردف مدرب الحزم حديثا عن فترته مع العالمي: أعتبر نفسي من حقق الدوري لنادي النصر في 2019 رغم رحيلي. وتطرق أيضا للحديث عن الهلال قائلا: أصعب مواجهة للحزم كانت أمام الهلال، خسرنا بنتيجة كبيرة لأنه الأفضل في الدوري وإدارته سبب تفوقه والفريق في مستوى عالي جدا. حديث رونالدو مع ماتيوس بيريرا بشأن رحيله عن الهلال.
تداول المتابعون عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أظهر حديثا بين لاعب الوسط ماتيوس بيريرا وملك نادي كروزيرو والنجم البرازيلي السابق الظاهرة رونالدو لويس نازاريو، وذلك بشأن المفاوضات الجارية مع الهلال من أجل شراء بطاقة اللاعب نهائيا. نشر حساب فيفا سبورت الرياضية عبر السوشيال ميديا أكس مقطع فيديو من متابعة رونالدو لتدريبات كروزيرو، حيث قام بتهنئة اللاعب مارلون على تجديد عقده، ثم أخبر ماتيوس بيريرا أنه تحدث مع الإدارة الهلالية حول وضعها الفترة القادمة. رونالدو تابع التدريبات، وكانت تقارير صحفية برازيلية توازيا ذكرت في الأيام الماضية أنه يقود المفاوضات بنفسه مع أزرق العاصمة ومن أجل التعاقد مع ماتيوس بيريرا بصورة نهائية بعد نهاية فترة الإعارة الصيف المقبل. وأشارت أن الهلال يريد الحصول على مبلغ 12 مليون يورو للموافقة على بيع عقد بيريرا نهائيا، علما بأن نادي بالميراس البرازيلي يريد أيضا الظفر بخدمات اللاعب صاحب 27 عاما. ومنذ انضمامه إلى نادي كروزيرو ظهر اللاعب بصورة جيدة، شارك في 25 مواجهة عبر كل المسابقات وأحرز هدفين وقدم 6 تمريرات، وتبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو استنادا إلى بيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي. انضم ماتيوس بيريرا إلى الهلال في 2021 من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي لمدة 5 سنوات، وقدرت صفقة ب91 مليون ريال. قضى 42 لقاء، هز الشباك 3 مرات، صنع 15 وتوج ب4 ألقاب، وهي الدوري السعودي ودوري الأبطال الآسيوية، كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين. الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع إيدين جيكو. أكدت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع البوسني إيدين جيكو مهاجم فنربخشة التركي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وكان إيدين جيكو قد انتقل إلى فنربخشة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من انتر الإيطالي في صفقة انتقال حر. وسبق جيكو اللاعب لعدة فرق أبرزها مانشستر سيتي وروما وكذلك انتر الإيطاليين، ويرتبط بعقد مع فنربخشة حتى صيف 2025. إيدين جيكو منفتح على إنهاء مسيرته مع الهلال. بحسب شبكة توتو ميركاتو الإيطالية فإن مغامرة جيكو مع فنربخشة قد تنتهي بعد موسم واحد فقط من وصوله إلى تركيا، حيث يمكن أن ينتقل إلى الدوري السعودي الصيف المقبل. وأوضح التقرير أن الهلال يرغب في ضم المهاجم البالغ من العمر 38 عاما، حيث أنهم على استعداد لمنحه راتبا سنويا يقدر ب11 مليون يورو. وتابعت الشبكة أن جيكو فتح الباب أمام إمكانية قبول هذا العرض قبل إنهاء مسيرته بشكل نهائي. الهلال السعودي يضم نجم الأهلي بتوقيع رسمي. كشفت تقارير صحفية أن الهلال السعودي نجح في ضم أحد لاعبي الفريق الأهلي السعودي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية، فقد حصل مسؤولو الهلال على خدمات الحارس الشاب ريان إدريس من الأهلي بهدف تعزيز خط حراسة المرمى. كما أنهت إدارة الهلال إجراءات التعاقد مع ريان إدريس الذي يعد إضافة قيمة لفريقه. وقد شارك إدريس في تدريبات الهلال بعد عودة اللاعبين للتدريبات بعد فترة الاستراحة التي